السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمهات الحلوين الأمارات اللي موجودين في كل مدرسة، هالي كل الأطفال في كل الأعمار اللي بيمسكوا امتحان من العيال ولسه جوه الامتحان بيبدأوا يسألوا على جروبات المامز هو فين الامتحان وفين ورقة الأسئلة، وبيراجعوا مع أولادهم سؤال في ورقة الأسئلة. عارفين الأمهات دي؟ تعالوا بقى، تعالي لي هنا شوية. حضرتك بتعملي ايه؟ لا بجد والله سؤال منطقي بنتناقش فيه ويلا نعمله بمنتهى الحياديه والمنطقيه اللي في الدنيا. حضرتك بتعملي ايه؟ ايه الغرض من انت تمسكي ورقه الامتحان وتبداي تجيبي ابنك وتقولي السؤال ده جاوبته ايه وده عملته ايه وكده نقصنا 3 درجات كده 7 كده 8، ازاي تعمل ده؟ مش قلت لك احفظ كذا اهو جه في الامتحان زي ما انا قلت وهكذا. حضرتك بتعملي ايه؟ ايه الهدف؟ احنا اتفقنا في التربيه اي مربي تربوي شاطر في اي شكل من اشكال التربيه، مربي معلم، مربي مربي اب، مربي محافظ قرآن كريم، الله اكبر الله اكبر، مربي مدرب في نادي، اي حد مربي فمفترض ان هو الله لا قوه الا بالله. عشان المسجد بس اقامه الصلاه. لا المفترض ان اي مربي بيعمل ايه؟ بيسأل نفسه 3 اسئله قبل ما ياخد اي موقف اتجاه ولاده. انا بعمل كذا ليه؟ ابني بيعمل كده ليه؟ وانا عايزه اعلمه ايه؟ وايه افضل طريقه اعلمه بيها اللي انا عايزه اعلمه له ده؟ ففي 3 اسئله تربويه، هو بيعمل كده ليه؟ وانا عايزه اعلمه ايه؟ وازاي اعلمه ده بافضل طريقه. تمام؟ فاي مربي سال نفسه الاسئله ال3 دول قبل ما يعمل موقف زي موقف الورقه. فقولي لي بقى مراجعه ورقه ليله الامتحان دي ايه الغرض فيها؟ تعالي كده، الغرض تعرفيه ان انت الام الجامده اللي كلامك ما بينزلش الارض وان كان لازم يسمع كلامك. تمام؟ الغرض ان انت تبكتيه علشان ما عملش كذا او ما حفظش كذا او ما خلصش كذا. الغرض ان انت تراجعي معاه نقص كام درجه وعمل كام درجه وحسب ايه، فتزرعي زرع كده، تغرزي في قلبه غرز كده اضطرابات قلق بمساواتها. احنا ايه الهدف من انك تعملي كده؟ والكلام ده ايه ده؟ انا بنتي في 5 ابتدائي، الكلام ده بيحصل من العيال في 2 و3 ابتدائي يا جماعه. الكلام ده ما بيحصلش للناس كبار اصلا. فانا لما اعمل كده حضرتك بتزود اداءات القلق، اضطرابات الاوفر ثينكينج اللي عند الولاد، ان العيال تطلع كده من البيضه كده لسه طالعه وهي صغيره عندها قلق زائد وعندها مشاكل في التعامل مع التحديات، وعندها احساس بقى بالاضطهاد بالظلم باي حاجه بقى. ما هندخل بقى اصل الوقت كان قليل، اصل ما لحقتش، اصل الخط، اصل مش عارف ايه. مهارات الخط واداره الوقت دي مهارات امتحان. ابقى معاكي واقول لك برافو عليكي و10 على 10 وسقف لك لو انت كنت بتعملي ده بغرض انك ما بتراجعيش الاسئله، انت بتتكلمي مع الولد في الامتحان فتقولي ايه الاخبار، عملت ايه في الامتحان، اللي يقول لك والله الوقت ما كفاش مش عارف ايه، ويقولوا احنا محتاجين المره الجايه نتدرب على الوقت اكتر، نبقى واحنا بنذاكر جرب ان انت تذاكر ب ستوب ووتش، جرب ان انت تذاكر بستوب ووتش مثلا علشان تدير اداره الوقت دي. فالامتحان مدته 2 ساعة، من مهاراتك انك تحل الورقه دي كلها خلال الساعتين، فانت لازم تتدرب عليه. قال لك مثلا والله انشغلت مش عارف ايه، يبقى احنا محتاجين نتدرب ان احنا نفصل انتباهنا ونركز في الورقه، مالناش دعوه مين قال ايه، مين وقع ازازه الميه على ورقته، مين حصل ايه، محتاجين نفصل حاجه اسمها فصل الانتباه. فدي مهاره مهم ان احنا نتدرب عليها الفتره الجايه. مثلا يقول لك انا كنت بكتب بسرعه، طب احنا محتاجين نتدرب ان احنا نكتب بخط حلو وبسرعه، فخلينا نتدرب على المهاره دي في الاجازه. تبقى كده ام شاطره وبتحللي المهارات ما وراء المذاكره وما وراء الامتحان وبتشتغلي على ايه عليها الفتره الجايه، يبقى كده بزود من مهارات ابني. لكن مراجعه الامتحان، مراجعه ورقه الاسئله، نقصت درجه، نقصت نص، الدرجه دي راحت فين، بص انا عملت ايه، التبكيت والشماته وايذاء الاطفال وزرع القلق والتفكير الزائد في الاطفال خطر جدا جدا جدا. لو سمحتم توقفوا على مثل هذه العاده السيئه. شكرا لكم. ماجدة عمار، احنا بتوع تربيه.